كده بصوا معايا، شايفين الجمال والحلاوه. اكلتنا النهارده بسيطه، عباره عن قطع لحمه، دهن لحمه، بصل، بهارات، فلفل اسمر وقرنفل. الاكله دي بقى من الاكلات السريعه والسهله جدا، وفي نفس الوقت بيكون طعمها حلو قوي، وكمان في ناس كتيره بتعملها في العزومات. ده الدهن بتاع اللحمه قطعته، وده بيفضل يكون في الطواجن بتاعه اللحمه. هتمسكي بقى الدهن كده تقطعيه قطع صغيره زي ما انا عملته كده، وتحطيه على النار علشان يسلي معاكي. تيجي تقولي لي يعني ايه يسلي معاكي؟ يعني يسيح خالص ويبقى عامل زي السمنه البلدي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هبدا بقى اشيل بقى الدهن كده بعد ما سلى وبقى قطع كده متحمره. على فكره ده بيبقى حلو قوي لو انت خدتيه كمان وحطيتيه في الطاجن. في ناس بترش عليه ملح وفلفل اسمر وليمون وتقوم عاملاه سندوتش كده واكلاه كده. خلاص انا خدت الماده الدهنيه اللي انا عايزاها. هبدا اجيب بقى قطع اللحمه اللي احنا مقطعينها، والنار تبقى عاليه كده في الطاسه، وابدا احط اللحمه كلها واديها صدمه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هبدا بقى اول ما اللحمه تاخد لون كده خفيف هبدا اقلبها على الجنب التاني. اهم حاجه ان النار تكون عاليه قوي علشان بقى انا بديها صدمه كده وما تطلعش الميه اللي موجوده فيها. هجيب بقى البصل قطعته شرايح بالشكل ده كده، وهبدا احطه على اللحمه، واحط عليها البهارات والفلفل الاسمر والقرنفل. طبعا انا مش هحط الملح خالص دلوقتي، وهقلبهم كويس مع بعض بقى، وهبدا اسيبهم علشان يستووا. عايزه اقول معلومه، اللحمه دي حمرا خالص. لو اللحمه بقى من السلسله او الموزه كمان، عايزه اقول لكم بتكون جميله قوي قوي في فكره الطاجن ابو لحمه بالبصل، لان اللحمه اللي هي بتبقى من السلسله بتاعت اللي موجوده عند الظهر دي بتبقى حلوه قوي قوي، بتبقى ناعمه كده وجميله، وبتبقى لحمه فيها مزيج من الدهون مع اللحمه، فبيبقى طعمها تحفه. كل اللحمه فيها دهون كل ما بيبقى طعمها اجمل. بس دي قطعه لحمه ما كانش فيها دهون كتير، فانا هنا عشان كده خدت الدهن وقطعته وسيحته وعملت بيه الطاجن بتاع اللحمه بالبصل. غطيت عليها كده زي ما احنا شايفين، هسيبها 5 دقايق وتعالى اقول لكم هعمل ايه تاني. بعد ما سبتها شويه على النار، انا بسلق اللحمه هاخد الشوربه بتاعتها، وابدا احط شويه شوربه صغيرين بشويه شوربه صغيرين. كل ما الاقيها محتاجه لسه ما استوتش هزود هسقيها تاني. طب لو ما فيش شوربه ما فيش اي مشكله خالص، هتسقيها ميه بدل الشوربه لحد ما تلاقي البصل اتكرمل واستوت معاكي. بصوا كده شايفين كده خلاص البصل اتكرمل زي ما احنا شايفين كده، واللحمه كمان فاضل لها تكه صغيره قوي وتبقى مهريه، يعني هي مستويه حلو كده. هزود بقى الملح لان انا ما حطيتش ملح خالص، هحط الملح كده بقى واخد بالي علشان ما تبقاش حادقه معايا، وهقلبها كده واسيبها على النار 5 دقايق وهطفي عليها. شايفين الاكله دي ما شاء الله سريعه وطعمها بيكون تحفه، وتعرفي ان هي استوت لما تيجي تدوس عليها بالسباتول كده تلاقي حته اللحمه اتقطمت معاكي. وضفت هنا شويه فلفل اسمر صغيرين تاني، والخطوه دي اختياري، لو انت مش عايزه تضيفي مفيش مشكله، بس انا عايزاها فيها سنه حرقان كده او مشطشطه شويه. هجيبها بقى بعد ما اسيبها على النار 5 دقايق، هشيلها بقى واحطها في الطاجن كده علشان التقديم. كده خلاص هحط عليها بقى فلفل اخضر كده. عايزه اقول لو انت حابه تدخليها في الفرن تحت الشوايه تاخد لون ماشي، مش حابه هي ما شاء الله لونها جميل، البصل متكرمل بالجمال ده. انا كده وصلت معاكم لنهايه الحلقه. اتمنى لو الحلقه عجبتكم تعملوا لي لايك وشير ليها، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات. واتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، ويا ريت الناس اللي ما جربتش الطاجن اللحم بالبصل تجربه وان شاء الله يعجبكم.